بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا دايما بخير. ده سهم الإسكندرية لتداول الحاويات. السهم احنا آخر مرة اتكلمنا عليه، اتكلمنا إن هو إيه، عمل معانا صعود. يعني البنك اللي فات ده هو إيه، نزل كده وادانا شمعة ارتدادية قوية، وبعد كده بدأ يعمل معانا صعود بالشكل ده. تمام. ولو فتحنا فريم أقل هنشوف إن هو صعود خماسي. طيب الفكرة إن راح السهم بعد كده إيه، يعني إحنا مكناش نتوقع برضه إن هو هيعمل الحركة السلبية دي. فهو حاليا ادانا إيه، ادانا شمعة سلبية بالمنظر ده. والشمعة دي جات لنا عند القمة اللي هنا والقمة اللي هنا، وعملت ليهم حاجة كده اسمها سحب سيولة. يعني ضحك على الناس، اللي هو ايه، الشمعة طلعت وعمل تداولات أعلى القمم دي، وبعد كده في نفس اليوم راح ادانا هبوط تاني، وعمل لنا إغلاق كمان ايه تحت المقاومة دي أو تحت القمة دي، وايه وبدأ يهبط تاني. طيب، فايه الوضع الحالي في السهم كده يعني بعد الحركة السلبية دي؟ فهي حركة سلبية بصراحة. يعني احنا ايه، لو احنا يعني كنا عايزين نصعد، المفروض كان ان هو ايه يعمل لنا اغلاقات اعلى القمة دي، وبعد كده ينزل تاني، مفيش اي مشكلة في النزول بعد كده. فهو هنا يعني احنا هنا شايفين صعود بالمنظر ده، ده صعود خماسي. تمام اهو. طيب بس الصعود الخماسي ده للأسف ممكن يكون ايه، ممكن يكون في إطار يعني موجات عرضية اللي هو كده اهو. يعني ممكن هنا يبقى احنا ايه هبطنا كده WXY مثلا، صعدنا برضو على هيئة WXY أو ABC. المهم فهو يعني ممكن ده يكون ايه، كل دي إطار موجة عرضية ومفيش أي صعود من هنا، يكون بس كل ده ارتداد. طيب فحاليا السهم برضو عمل معانا ايه الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات برضو ادانا شمعة سلبية وأكد لنا السلبية في الأسبوع ده، وبدأ يهبط ايه، يهبط تاني. طيب كده كده الأسبوع اللي جاي السهم ده هيكون فيه هبوط يعني. فالهبوط اللي جاي ده ممكن ايه، ممكن يمشي معانا كده على هيئة ABC، ونبدأ نرتد من هنا. ففي الحالة دي يبقى احنا ايه، خلاص هنعتمد الصعود من القاعدة. أنا شايف إن السهم ده حاليا مفيش فيه شراء، الصبر أحسن لما نشوف هو ناوي يعمل إيه معانا. تمام. فأي شراء في السهم ده أعتقد إن هو هيكون حاليا مخاطرة بعد الشمعة السلبية اللي احنا شفناها دي. أي شراء في السهم ده حاليا يعتبر مخاطرة. ليه؟ لأن السهم بكل بساطة ممكن ينزل تاني عند القاع اللي هو 19 54. زي ما اتكلمنا احنا في فيديو عملنا ليه تحليل بعد البنك على طول، بعد ما شفنا الارتدادة دي، قلنا إن ممكن السهم فيما بعد ينزل تاني عند القاعدة. تمام. فهو كده بيعمل معانا سلبية تاني. تمام. فكده كده الأسبوع اللي جاي هو إيه، السهم هيكون فيه هبوط. فالهبوط يعني برضو نتكلم إن هو ممكن يكون إيه، هينتهي معانا هنا مثلا الهبوط. تمام. هينتهي معانا كده، ونبدأ نصعد تاني بالشكل ده. يعني لو في إيجابية هنبدأ نصعد تاني بالشكل ده من هنا أهو. تمام. ده لو إيه، لو خلص معانا. أو لأ، إحنا كمان ممكن إيه، نعرف شكل الهبوط اللي جاي. يعني ممكن الهبوط اللي جاي ده يكون معانا قوي. يعني ممكن الهبوط ده يكون معانا ايه، موجة 3. يعني يبقى كده 1 2 3 تكون قوية كده، ما تكونش ABC خالص، يبقى كده 3 ويعمل ارتدادة وينزل تاني بالشكل ده. ما يكونش موجة اللي هي ABC. فالهبوط اللي جاي هيبين معانا هل احنا هنعمل كده موجة قوية دفعة هابطة، ولا هيبقى بس ABC زي كده اهو، ونبدأ نرد من المكان ده. فحتى الآن الحكاية مش واضحة. ليه؟ لأن المكان العرضي ده مكان يعني بصراحة إيه، من أصعب الأماكن أو من أصعب الحتت اللي تعرف تحلل فيها السهم هيعمل إيه بالظبط. يعني لو نبص كده، إحنا كل ده إحنا يعتبر في مكان عرضي، ولسه ما طلعناش مني خالص لسه إيه أهو. يعني كل ده إحنا كده في مكان من أول هنا لحد هنا في مكان عرضي، بس السهم عامل معانا الحركة السلبية دي أو الشمعة السلبية دي. فما فيش مشكلة، السهم زي ما احنا قلنا كده ممكن يمشي عرضي في المكان ده فترة طويلة. يعني شوف احنا يمكن لنا أكتر من سنة ماشيين في المكان ده. يعني وإيه، نعمل كذا مرة اختراق لأعلى كاذب، ونعمل برضو كسر لأسفل كاذب. فدي ممكن نعملها كذا مرة، ما فيش فيها مشكلة يعني. يعني أول حاجة هنا عملنا كسر كاذب. تمام. هنا عملنا اختراق كاذب. تمام.
كل ده بيحصل معانا عادي. طب ممكن احنا المرة الجاية نعمل ايه؟ والله ممكن برضو زي كده ننزل نعمل كسر كاذب، وبعد كده نصعد صوت قوي. تمام. يعني كده ممكن في سلبية في السهم، احتمال يكون في بداية سلبية في السهم، وان احنا ممكن ننزل نكسر النطاق العرضي لأسفل، وبعد كده نصعد في اندفاع قوي. طيب فاحنا كده ايه؟ يعني ممكن الهبوط ده ماشي معانا كده على هي دبليو اكس كده، موجة مركبة، وبعد كده هنستهدف كسر المكان ده ونصعد تاني. تمام. وبرضو ايه، يعني الإغلاق الأسبوعي طبعا الأسبوع اللي فات كان وحش، والأسبوع ده برضو وحش، تدل إن احنا هنكمل هبوط. تمام. يعني الأسبوع اللي فات أهو وحش، والأسبوع ده برضو يعتبر إغلاق وحش، يدل إن احنا لسه في عندنا لسه هبوط تاني في السهم. هل هنرد من هنا وخلاص ونطلع، ولا هننزل تاني كده ونطلع؟ ففي كلا الأحوال السهم على المدى الطويل إن شاء الله كويس، ولكن الشراء هيتحدد معانا هل من عند القاعدة، ولا هننزل نكسر القاعدة وبعد كده نطلع. فده اللي هتبينه معانا إن شاء الله الأيام اللي جاية في السهم ده. فممكن لو في تصحيحات في المؤشر، فممكن نشوف السهم ده بيهبط أو بيعمل يعني كسر جاذب للقيعان دي، وبعد كده يكون هيطلع. بس هو يعني كمان هو عامل لنا يعني إغلاق 3 شهور، فيعتبر كويس. يعني أنا برضه والله أنا حتى الآن محتار يعني بصراحة، أنا مكدبش عليكم السهم ده محير جدا. يعني هو عامل لنا إغلاق 3 شهور كويس، بس هو مش كويس يعني بالمرة. اللي هو إيه، إن الشمعة حتى الآن هي أهو زي ما انتم شايفين كده، هي نزلت تحت الشموع دي، وعملت سحب للسيولة. تمام. ولكن ممكن يعني هل هينزل كل النزلة دي في الثلاث شهور ده؟ يعني مش عارف بصراحة. طيب وممكن برضو يروح يعمل لنا يعني ايه شمعة 3 شهور تانية زي كده، تبقى ايه، تنزل تحتها وبعد كده تبدأ تصعد بالشكل ده وتعمل صعود قوي في الآخر، وتنزل تحت إغلاق الشمعة الأخيرة 3 شهور. تمام.